قلت لكم من كام يوم في فيديو ان ميسي لازم يعتذر لفرنسا على الاناشيد والاغاني والكلام العنصري ضد فريق فرنسا بعد ما فازوا بكوبا امريكا. قلت له عيب يا ميسي، كقائد للارجنتين لازم تعتذر للفرنسويين، وخصوصا ان انتوا كنتوا بتشتموا اللعيبه الفرنسويين زي مبابي وكده، وكل الفرنسويين اللي من اصل افريقي، اللي هم الافريكانز اللي هم متجنسين بالجنسيه الفرنسيه، فكان غلط جدا. قلت لكم في الفيديو ده. المهم دلوقتي الارجنتين، منتخب الارجنتين الاولمبي في عز المعمعة في فرنسا في الاولمبياد، وواضح ان رد الفعل جه عليه عشان ما اعتذروش، او الناس الفرنسويين زعلانين من الارجنتينيين وهم غلطانين الارجنتين. فاتسرقوا من يومين في فرنسا في باريس، اتسرق بيقولوا البعثة بتاعت الكورة بتاعت الارجنتين اتسرق منها 50,000 يورو. ويعني واضح ان اقامتهم في فرنسا، يعني منتخب الارجنتين مش هيبقى مرحب بيه قوي. حتى ابتدوا اول مباراة اتغلبوا من المغرب 2-1 في ابست رهيب ومفاجأة رهيبة، بس هم عوضوا امبارح وغلبوا العراق يعني 3-1. المهم احنا كنا بنقول في الفيديو ان كرة القدم دي للانترتينمنت، للترفيه، ولازم يبقى فيها روح رياضية وحب، وما يبقاش فيها عنصرية وقلة أدب. واضح إن الأرجنتين زودتها لما شتمت الفرنسويين، فهي راحت دلوقتي وسط فرنسا وباريس. وواضح إن فريق الأرجنتين بتاع الكورة بالذات الأولمبي مش هيبقى ويلكم قوي ومرحب بيه قوي في فرنسا. على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل في بقية الدورة، اللي هي ابتدت بحاجات غريبة وافتتاح غريب وتنظيم مش متظبط، ويعني معرفش الدورة دي هتفشل ولا هتنجح، مع انها في قلب اوروبا وقلب العاصمة الفرنسية باريس، اللي عندها كل الامكانيات انها تنظم بطولة اولمبيات رائعة. هنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجاية ونتابع معاكم اعزائي المشاهدين. شكرا لحسن المتابعة، وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي.